من يقرح رأس أخته بالبث المباشر. اختلفت الآراء كلا يدلي برأيه، منهم من قال هذه جريمة، منهم من قال رجال وكفو، ومنهم من انتقدنا جميعا وقال احنا مجتمع عشاق القحب وان احنا مجتمع متخلف. اولا غلط انك تعطي اختك وبنتك جوال من البداية. ثاني شيء انت اذا اعطيتها جوال ليش تتركها بحالها؟ ليش تخليها يعني طوال الوقت في يعني وهي تنتر فيسبوك تعمل كل هذه الحاجات وبعدين ترجع تلومها؟ غلط انه تصرف معها بهذه الطريقه. كان اقل حاجه يقصقص اطرافها، يقصقص اصابعها، يعني تكون عبره لمن اعتبر. غلط انه يقرح راسها لانه في قانون، وهذا يعني شرعا انه حرام، ومن قتل يعني ضرب، لانه في الشرع حرام اول شيء. واذا اعطيتها جوال مش تخليها بحالها تعمل الذي في راسها، ضروري تكون تحت المراقبه. ما انت لمن تتصلي معها، من كنت تتكلمي، لماذا سهرانه؟ يعني الواحد يتابع ويراقب، مش يعني تغفل عنها سنين وايام طويله وبعد ذلك لما تاتي فضيحه تجي تثبت رجولته وتقرح راسه. هذا غلط. يجب ان يكون هناك جهات مختصه في هذه البلاد يعني تراقب مثل هذه الاشياء. يعني اي بنت تطلع تصلح لها شوشره على مواقع التواصل يتم تعاقبها والامساك بها وتتعرض على المساءله القانونيه، لكي لا تكون يعني تفتح الطريق امام البقيه، سواء كانت محاميه ولا مدرسه ولا طبيبه ولا ما كانت تكون. احنا بلد مسلم، اول شيء بلد مسلم، مجتمع محافظ. من عاداتنا وتقاليدنا لا نسمح ولا نحبذ ولا نريد ان نرى مثل هذه الحاجات تظهر في مجتمعنا. اما عن رايي انا اقول الذي فعله هذا الانسان غلط، بس لو انا مكانه بقطع اطرافها بخليها بالزوم من جزع، قال لا حول ولا قوه. الجزاء من جنس العمل. واذا حصل شيء وقالوا قانون ومدري ايش، لا يا اخي انا شرفي وانا اخبر، امشي اني ما قرحت راسها، هذا يعني لا الدوله تحاكمني ولا شيء حاكمني.